مش بس الرز البسمتي اللي بيتعمل كبسة، احنا النهاردة عملنا كبسة لحمة بالرز المصري. وما شاء الله شوف اللحمة بتاعتها دايبة ازاي، ولون الرز جميل ومفلفل وطعمه روعة. نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونبدأ الفيديو بتاعنا. هنا كده حوالي كيلو ونص لحمة، وده حتة من الماسورة كده، وجبت معاها عظم كمان علشان طعم الشوربة. في بقى بصل وقرن فلفل كده حامي، وفي طماطم، ودي مكعبات كده من الدهنة اللي جت فوق زيادة فوق الوزن. قطعتها كده وعملتها مكعبات، وبستخدمها في وصفات تانية. بحطها كده في علبة في الفريزر وبستعملها في اي وقت انا عايزاها. ودي المكعبات الصغيرة ديت، اللحمة كانت بتبقى حتت كده صغيرة، فبسوي اللحمة قطعتها وحطيتها على جنب. عندي كده حلة على البوتاجاز سخنت جامد، نزلت بالدهنة وهنزل عليها كده بالزيت، وبعد كده اللحمة علشان هشوح اللحمة تشويحة كويسة جدا. طبعا اللحمة ما بتغسلهاش، واكيد انت بتبقي مطمنة وجايباها من جزار انت عارفاه، بتبقي متعاملة معاه على طول، فبتبقى لحمته نظيفة. هبدأ كده انزل كل كمية اللحمة اللي عندي علشان التشويحة بتاعتها. وفي الوقت ده بيبقى عندي مية كده حطها على البوتاجاز علشان تغلي، ببقى مهدية عليه. هبدأ كده اقلب اللحمة. اهم حاجة التشويحة بتاعت اللحمة ديت علشان تديكي كده طعم شوربة جميل، وكمان لونها ولون الرز بيبقى زي ما شفتيه في اول الفيديو معاك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. كل فترة كده ببدأ اقلب في اللحمة كده واشوحها واقلبها على الناحية التاني علشان تاخد كلها لون وتتقفل المسام بتاعتها وتبقى من جوه كده جوسي وطعمها جميل. هنا كده فصين مستكة نزلت بيهم، انا كنت نسيتهم في الاول فنزلت بيهم. ودي بهارات صحيحة عندي، لومي وحبهان وقرنفل، فلفل اسود وكبابة صيني. هنزل بهم كده مع قرفة خشب وورقتين لورا، ونبدأ كده نقلب البهارات بتاعتنا او التوابل الصحيحة مع اللحمة. ودي كده بصلة انا فرمتها ناعم في الكبة، هنزل عليها برضو وهقلبها لحد ما تاخد لون. انا مش عايزة لونها يغمق، انا عايزاها بس تاخد لون اصفر جميل كده علشان تلون الرز اللي هننزله على اللحم. هبدأ كده اقلب اللحمة بقى مع التوابل مع البصلة كويس جدا. لو وصلت معايا لحد هنا حبيبتي اتمنى منك متابعة القناة وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد، ولايك وشير للفيديو. هنا كده البصلة بتبدأ تدوب خالص معاكي في التقليب، ما شاء الله زي ما انت شايفاها كده، ما بيبلهاش اي اثر تاني بعد كده، هي دوب بس اللون بتاعها والطعم وخلاص على كده. اهم حاجة التقليب الكويس زي ما قلت لك. هنا كده هنزل بقى بالخضار، جزر وبصل كده وقرن فلفل حامي، قرن واحد بس عشان يدي لسعة كده جميلة. وفي الوقت ده عندي طماطم في الفريزر كده طلعتها وسبتها شوية عشان هقشرها واحطها برضو انزلها كده مع اللحم. خلاص انا قلبت كده البصلة والفلفل والجزر مع اللحمة والبصل والبهارات. هبدأ بقى انزل كده بحبيتين الطماطم اللي موجودين واللي انا طلعتهم من الفريزر بالشكل ده كده. انا شلت القشرة بتاعتهم من عليهم واحطهم بقى مع اللحمة برضو، وابدأ اقلبهم كده لحد ما يتهروا خالص خالص عشان انزل بالمية المغلية على اللحم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا بركة بسم الله. خلاص كده نزلت بالمية المغلية على اللحمة.
طبعا المية المغلية دي بتبقى احسن بكتير من المية الباردة، دي بتديكي طعم شوربة جميل جدا. وبتقفل كل المسام بتاعة اللحم. هبدأ كده بقى اغطي عليها وهسيبها لما تدخل في السوا. نزلت كده بحبيتين نوى بلح علشان اللحمة تستوي وتبقى دايبة كده زي ما شفتها في اول الفيديو. بصي ما شاء الله الشوربة جميلة ازاي، وما طلعتش ريم ولا اي حاجة من على الوش بتاعها، لان اللحمة دي انا واثقة في الجزار وبجيب منه على طول، فبتبقى لحمته نظيفة اهي زي ما انت شايفاها قدامك كده. ما شاء الله لا قوة الا بالله. هنا كده كانت اللحمة دخلت في التسوية بتاعتها. ابدا انزل عليها بقى الملح كده واظبطها كده، باقي لها ربع كده خدت 3/4 سوا، فبنزل الملح في الوقت ده علشان اظبطها كده واظبط ملحها. وبعد كده هننزل بقى بالرز بعد اللحمه ما بتكمل سواها خالص، او بيبقى لسه فاضل فيها حوالي 10% كده، بتنزلوا الرز بقى عليها. الرز طبعا انا غسلته وما تنقعش ولا حاجه، هو الرز المصري بتاعنا غسلته بس ونزلت بيه كده على اللحم. في الوقت ده لو انت عايزه تشيلي طبق شوربه او طبقين بتشيليهم قبل ما بتضيفي الرز اللي هتحطيها تسوي مع اللحم. خلاص كده نزلت بالرز وهبدأ كده اقلبه مع اللحمه كويس جدا، وهسيبه بقى لما يتشرب خالص. هنبدأ بعد كده نهدي عليه النار. خلاص الرز اهو بدأ يشرب الشوربه بتاعته كده ما شاء الله. هنديه تقليبه كده وبعد كده نهدي عليه بقى ونسيبه لما يستوي خالص على نار هاديه، ونبدأ نقدمه بعد كده. خلاص كده الرز استوى وغرفناه في الطبق اللي هنقدم فيه، وطبعا حطينا عليه قطع اللحمة. بتبقى أكلة جميلة وكلها في طبق واحد. كان في طبقين شرب بيبقوا جنبها كده، وعلى كده الغدوة بتبقى جهزت. بدأت كده برضو أوزع اللحمة كده عليه. وطبعا الأصفر ده حبات الجزر اللي نزلناها مع الشوربة بتدي لون جميل وطعم أجمل. وبدأت كده أوزع اللحمة، بتوزعها بالطريقة اللي انت عايزاها أو اللي انت شايفاها بقى حسب ذوقك. ما شاء الله لا قوة الا بالله. الريحة جميلة والرز مفلفل زي ما انت شايفاه ولونه جميل جدا من البصلة اللي قلبناها كده وشوحناها مع اللحمة. كمان طعم اللحمة جميلة واللحمة دايبة دلوقتي هتشوفيها قدامك زي ما شفتها في اول الفيديو. ودي كده حبات اللومي بنحطها كده في الجرنشة بتدي شكل جميل. كمان قرن الفلفل الحامي ده بيدي لسعة جميلة كده للرز وبيبقى طعمه رائع. خلاص كده هبدأ كده اعمل جرنشة بقرنين فلفل كده احمر واخضر عشان تقدمي الطبق لو عندك ضيوف او حاجة بيبقى شكله جميل. وطبعا العين بتاكل قبل البق. اللحمة دايبة زي ما انت شايفاها ما شاء الله لا قوة الا بالله. انت بتضيفي لها بس ممكن معلقة سكر او حبيتين من النوى بيخلوها دايبة معاكي زي ما انت شايفاها كده. وبكده خلصت طبختنا وجهزت غدوتنا. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة يا حلوين.